ديربي القاهرة اليوم بين الأهلي والزمالك، لمن سيكون الغلبة؟ يا ترى المدربين بيفكروا في إيه؟ كولر وفريرا. في اعتقادي أنا الشخصي فيريرا هيغير تشكيلته، هيلعب بثلاثة في الدفاع، هيرجع للتشكيلة القديمة اللي هي بتاعت الموسم اللي فات. وبالنسبة لكولر، فكولر الله يكون في عونه صراحة، عنده غيابات لا حصر لها. أنا مش عارف هو هيلعب مين في الدفاع أساسا. لكن ربنا يكرم إن شاء الله، واللي يلعب إن شاء الله يأدي إن شاء الله. بالنسبة لي أنا نفسي كولر يلعب ب 4-3-3. لكن المشكلة في قصة إنه هيلعب بمين في خط النص. يعني القصة مفيش حد، حمدي فتحي مصاب والسولية مصاب، فمش عارف والله بجد. وغير خط الدفاع محمود متولي مش لاعب، ولا ياسر إبراهيم ولا محمد عبد المنعم. القصة قصة صعبة يعني صراحة. بس أتمنى إن محمد هاني ما يلعبش في الدفاع، لأن محمد هاني ما يبقاش مساك، لأن محمد هاني ما بيعرفش يلعب في الكورة العرضية، يعني بيبقى ضعيف فيها. أهم خطورة نادي الزمالك في